شايفين شويه العيال اللي قدامكم دول المفروض ان احنا بنقول عليهم عيال وبنتعامل معاهم ان هم عيال في حياتنا اليوميه، لكن المفاجاه بقى ان المفروض ان هم شويه العيال دول عملوا مصيبه قلبت الدنيا كلها في الشيخ زايد. العيال دي شربت ستروكس وشربت مخدرات، فطبعا عقلها ما كانش هو، فقرروا ان هم يجيبوا بنت ويعتدوا عليها. طيب هيجيبوها منين؟ قالوا لك هنخطفها، جريمه تانية. فهم ماشيين بالعربيه في الشيخ زايد لو بنت كانت ماشيه راحوا جايبينها. الغريب ان هم خدوها من وسط الناس عادي، يعني كان في ناس واقفه جدا عادي جدا في الشارع، خدوها والناس ما كانتش يعني ليها اي رد فعل. واحد بس هو اللي قرر ان هو يتطوع ويروح مطلع الموبايل ويروح مصور. طبعا الشرطه الفيديو لما نزل يعني قلب الدنيا كلها، وطبعا الداخليه اتعمل لها منشن، وبسرعه الداخليه قررت ان هي تدور ورا الموضوع، وخلال 6 ساعات جابوا الولاد دول الستة اللي قدامكم دول. والبنت الحمد لله الحمد لله فضلت تصرخ جامد جدا 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 جدا، فهم خافوا من الفضيحه وراحوا منزلينها، لكن هم اتقبض عليهم والبنت ماتت. طبعا الحمد لله رب العالمين ربنا انقذها. هنا في حاجتين هنتكلم فيهم مهمين جدا. اول حاجه الصاحب ساحب. لما انا اعرف ان ابني ماشي في سكه مش هي مع واحد بيشرب مخدرات، المفروض ان انا ما اسيبهوش، المفروض ان انا ما اقولش لا دي حريه، لا دي مش حريه، لان الانفتاح زياده عن اللزوم ما بيجيش وراه غير المصايب والجرايم اللي انتوا شايفينها دي. يعني ما فيش واحد عنده انفتاح بيمشي صح. ليه؟ لان في شعرايه بسيطه جدا ما بين الانفتاح وما بين قله الادب. وللاسف في ناس كتيره جدا بتفتكر ان الحريه هي قله الادب. لا، الحريه هي تعبر عن رايك، قله الادب ان انت تخرج عن قواعد دينك والمجتمع بتاعك، زي المخدرات وزي ان انت تاخد بنت ملهاش ذنب في اي حاجه من الشارع عشان انت دماغك سوحتك ان انت تعمل كده. دي قله ادب. تاني حاجه الناس ما بقاش ليها رد فعل. ليه؟ يعني في بنت كانت هتضيع من 6، ودي يعني مصيبه كبيره جدا ومحدش لحقها. طب ما هي بتصوت، اكيد ما كانوش بيزغزغوها. يعني البنت بتصوت عشان اكيد في جريمه، هي مش هتصوت عشان هي عاوزه تصوت. يعني هي مش مجنونه، هي مش هتقرر ان هي تصوت وهي بتدلع. فالمفروض اي واحد او اي شخص او اي بنت تلاقي حد بيستغيث ينقذه، ده الطبيعي، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن نلاقي حد بيستغيث نروح سايبينه لحد لما المصيبه تحصل. هو ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ يعني الست لما لقيت ان في راجل كل شويه يجيب ولد من الشارع قالت لك لا، وراحت مصوراه وراحت فاتحاه وقلبت الدنيا كلها عليه. دي ست ب 100 راجل انقذت عيل صغير كانت هتحصل فيه مصيبه ووقفت مهزله. فاحنا ليه بنسيب الدنيا كده؟ ليه؟ يعني انا كشاهندة لو قدامي مشكله، لا طب سيبها، لا انت هتعمل كده ليه؟ طب هتدخل بسرعه، هطلب النجد، اعمل اي حاجه، لكن اكون سلبيه ما ينفعش. وتاني بقرر الصاحب ساحب. شوف عيالك ماشيين مع مين، متخلوش عيالكم يضيعوا يا جماعه عشان انتم مكبرين دماغكم، عشان انتم فاكرين ان دي الحريه المطلقه. دي ولا حريه ولا اي حاجه. ما تسيبوش عيالكم، عشان بجد عيالكم امانه في رقبتكم انتوا، وفي الاخر محدش هيتعاقب غيركم انتوا.